انتم ليه كزملكاوية ما بتحاولوش تصحيح أخطاء الإدارة وبترموا دايما على المظلومية والسبعة أقل من 9 وكده؟ مين اللي سائل؟ طاهر. شوف يا طاهر، شوف يا طاهر، هل اللي حصل في مصر في الكورة في مصر آخر 6 سنين بالذات، 6 سنين، مش هقولك التاريخ كله، ده آخر 6 سنين، انت رأيك ايه فيه؟ يعني انت شايف ايه؟ يعني موسم 18-19 ده انت رأيك فيه ايه؟ بلاش، في حاجة لسه حاصلة الشهر اللي فات، ان في فريق انسحب فتم اعتباره منسحب، اتخصم منه 3 نقط. اي فريق انسحب، اي فريق في مصر انسحب اتخصم منه 3 نقط الا الاهلي لما انسحب. ده بالنسبة لك انت تفسيره ايه؟ انا فعلا مش بحاول هنا يعني سيبك بقى من الكلام الفارغ بتاع اصل قصف الجبهة لا 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 لا، انا بكلمك فعلا سؤال بسيط، انت تفسيرك لده ايه؟ هقول لك حاجة تانية يا طاهر. دلوقتي يا طاهر في عضو مجلس إدارة في الأهلي، الكلام ده مش كلامي أنا، مش كلامي أنا، في عضو مجلس إدارة في الأهلي قال إحنا يا جماعة مداخلنا الدولارية في السنة 8 مليون دولار، مصاريفنا السنوية 17 مليون دولار، ومع ذلك إحنا بنوفي بالتزاماتنا بلا تأخير. ده تصريح لو اتقال في أي بلد في العالم فيها إعلام حقيقي الدنيا ما تقوم ما تقعدش. يعني ايه يعني ايه مداخيلك 8 وبتصرف 17 كل سنه؟ الفرق ده بتجيبه منين؟ ده مش ملكيه خاصه، النادي مش ملكيه خاصه. انت ممكن لو النادي ده ملكيتك الخاصه فده بيبقى بيخضع لقوانين اخرى، لكن النادي ده ملكيه عامه، انت بتدخل فيه سنويا 9 مليون دولار اكتر من عوائد النادي كله. منين؟ محدش بيسال الاسئله دي، بس انا وانت عارفين منين، صح؟ انا وانت عارفين منين. يعني مش لازم ندخل السجن يعني عشان في سبيس، عشان انا وانت عارفين منين. اوكي، ففي شويه حاجات كده يا طاهر فعليا لو انت مش شايفها، يعني هي زمان كانت المساله محتاجه شرح ونقعد نقول وده يقول وده يقول رايه وده يقول رايه وده يعبر عن رايه وده يتهم ده انه متعصب وده يتهم ده انه منحاز وده يتهم ده انه هو مش عارف عنده ايه. لكن احنا وصلنا النهارده لمرحله انك يا بتشوف يا اعمى، الاشياء واضحه جدا جدا. لو انت لسه مش قادر تشوفها، طب يعني تفتكر انا كلامي هيفرق معاك في ايه؟ مش هيفرق معاك في حاجه. في الوقت اللي زيزو انتقل للاهلي البنزين غلي 2 جنيه. اقول اكتر ولا خلاص؟ طاهر حبيبي، انتوا اغلبيه كاسحه، لما بتتشغلوا في اي موضوع اي حاجه ممكن تعدي في النص. تشغلوا طبعا، تتشغلوا بشكل ايجابي يعني مبسوطين يعني، والعكس بالعكس. لو انتوا كاغلبيه زعلانين مشكله. انا دلوقتي لا بشتغل في حاجه ليها علاقه بالاعلام المصري، ولا ليا اي علاقه، ولا ليا لا في الطرق ولا في التحقيق، والكلام ده بيضرني ما بيفيدنيش. الكلام اللي انا بقوله لك ده بيضرني ما بيفيدنيش. عارف ليه بيضرني؟ لان انا دلوقتي ممكن اقول لك كلام عايم جميل جدا واخلي الناس كلها تقول لي الله عليك، ده انت عاقل، ده انت جميل، ده انت سكر، ده انت حبوب، خد بص على خدك اهي. وانا كاعلامي واي اعلامي في الدنيا رصيده هو الناس اللي بتحبك والناس اللي بتتابعك، فانا ممكن اكترهم باني يعني اقول اي كلام فارغ. فاللي انا بقوله ده بيأذيني في العملة اللي اي اعلامي بيهتم بيها، وهي عدد الناس. اكتر جمهور في الوطن العربي هو جمهور الاهلي، نظرا للديموغرافيا، ان مصر شخصيا تعداد سكانها كبير وان الاهلي اغلبيه كاسحه. فاي حد عايز يجتذب عدد حواليه هيتودد لجمهور الاهلي، وده اظن انت بتشوفه في مصر وبره مصر. في ناس تبقى ولا تعرف الدوري المصري ده شكله ايه ولا بيشوفوا منه حاجه، ويجي اخر كل سنه قال انه النادي الاهلي وبتاع، فانت تقعد تعمل ريتويت وتقول يا سلام لقد شهد بعظمته الغرباء، وهم ما يعرفوش حاجه، هم داخلين يلموا ترافيك. فانا ممكن اخش الم ترافيك. انا بقول لك كلام بيأذيني، مش مفيد ليا باي حال من الاحوال. الكلام اللي انا بقوله لك ده مش مفيد ليا باي حال من الاحوال. تفتكر انا ليه بقوله؟ هل انت ظنك فيا طاهر ان انا شخص غبي؟ فكر كده، هل انت بتشوف ان انا شخص غبي؟
يعني انا شخص غير قادر على تقييم الموقف حواليا، ما ببقاش عارف الدنيا ماشيه ازاي. عارف يعني، ما بحبش اقول كلمه عارف اكتر من اي حد وبتاع وفتوانه وفتحه صدر وبتاع، ما بحبش الكلام ده، ما بحبش اللغه دي يعني. بس يعني الدلائل اثبتت ان انا عارف. يعني الناس لغايه النهارده بتستشهد بحاجات انا قلتها من 7 سنين. لغايه النهارده الناس بتستشهد بحاجات انا قلتها من 7 سنين. فتفتكر انا مش فاهم؟ يعني اظن الدلائل بترجح ان انا غالبا فاهم شويه. مش هقول لك فاهم يعني افهم واحد في العالم اينشتاين زماني، بس على الاقل فاهم شويه، مش عبيط. طب ليه انا بقول الكلام ده؟ ما هو الكلام ده يضرني جدا. ليه انا بقوله؟ لانه حقيقي جدا، لاني مش قادر اتعامل عليه، ومش عارف انت ازاي بتقدر تتعامل عليه. فعلا صعبه يعني زمان بقول لك كانت المسألة خاضعة للنقاش، ممكن والله تقول فلان ده مش مقتنع برأي فلان، أو فلان دول مختلفين، أو المسألة عاطفية يا جماعة، أو وجهات نظر مختلفة. لا، هي المسألة بقت واضحة إلى درجة، يعني واضحة قوي يعني يا طاهر، واضحة قوي، واضحة قوي قوي قوي. حتى رد الفعل عليها بقى معروف. يعني انا دلوقتي قلت لك الكلمتين دول، هنفترض ان انا قلت الكلمتين دول في التلفزيون او قلتهم في اي مكان وحد قصهم وانتشروا وراحوا في حته، ايه اللي هيتقال عليه؟ اما الناس هتحاول بتثبت ان انا قد كده شخص مثلا سيء، شيطان. معرفش برضو شيطان ده اللي هو هدفه ايه، ما الشيطان ده ما بيعملش الشر كده يعني، ما بيعملش شر مجاني، هو عايز شر عشان يوصل لحاجه. ايه اللي انا ممكن اوصل له؟ مفيش حاجه اقدر اوصل لها، ده شيء بيأذيني. او يقول لك بص يا عم فلان ده بيتفلسف، ده بيقول لك. ويبقى في ناس فعلا مستوى ذكائهم ضحل للغايه، اللي هو انت لو قلت له بس جمله مفيده دي بالنسبه له حاجه صعبه، فاكيد انت بتتفلسف عليه. يعني لو قلت كره التلج ده مصطلح عالمي، الانجليزي سنو بول، تعبير عن الموقف اللي بيبدا بحجم معين ثم بيبدا يتضاعف ويكبر مع الوقت. الناس تقول لك يا عم ده الراجل بتاع كره التلج ده عمال يقول لنا كره التلج ده بيتفلسف علينا. بيتفلسف عليك ايه يا ابني؟ انت جاهل جدا. مش قصدي انت يا طاهر يعني، مش قصدي انت، فعلا ما بهزرش، فعلا ما اقصدكش انت يا حبيبي. انت جاهل جدا، انت ابسط الكلام ما بتفهموش فبتسميه فلسفه. انت غبي جدا لدرجه ان اي جمله من مبتدا وخبر انت بتسميها فلسفه. مصطلح زي elephant in the room او الفيل في الغرفه، يقول لك يا عم ده بتاع الفيل في الغرفه. يعني طب ما تجرب تعمل جوجل كده، يمكن تفهم المصطلح ده فتفهم ليه معنى. ده انا مره لما طلعت في الحلقه الداميه اللي هي انا قلت فيها وقائع وترد عليا بنا جامد وابطال افريقيا هم كذا وكذا وكذا وبتاع، قال لك بص يا عم ده بتاع قانون بوسمان. حبيبي قانون بوسمان ده انا ما اخترعتوش من عندي، انا بقول لك معلومه مش عندك، اعرفها. يمكن المعلومه اللي انا بقولها لك تطلع غلط فتصحح لي، بس هي طلعت صح فانت ما صححتليش. فقلت ده فلان ده اللي بيقعد يقول الفيل في الغرفه وكره التلج وقانون بوسمان. حبيبي انت جاهل للدرجه دي؟ يعني انت جاهل كاره يعني انت كاره اصلا انك تفهم اي حاجه. انت مش جاهل وخلاص، ما انت ما كلنا جهله بدرجات مختلفه، كلنا جهله بدرجات مختلفه. بس المفروض اننا بنعمل ايه؟ بنحاول نعوض الناقص. انا عندي حاجات ناقصه ما اعرفهاش، فلما بتعرض لشيء من الاشياء اللي مش عندي بحاول اعمل ايه؟ افهمها. ممكن انجح ان افهمها، ممكن ما انجحش ان افهمها، بس على الاقل هحاول. لكن في جاهل معتز بغبائه، اللي هو زي ما قال عبد الرحمن الابنودي كده، عنده ايه؟ ربنا رزقه بجهل غنيه عن كل العلم. اللي هو انا غبي وعايز افضل غبي. فالمهم يعني هذا الغبي اللي عايز يفضل غبي اما بيشوه صورتي او بيشوه مش عارف عشان يسوي الكلام اللي انا بقوله لك، مع ان الكلام اللي انا بقوله لك ده انا مش هستفيد منه حاجه خالص خالص. يعني بشكل، يعني الرأسمالية تحكم العالم حاليا، تمام؟ تحكم العالم، تحكم مصر، تحكم العالم كله رأسماليا. الكلام اللي انا بقوله ده يضرني. انا لو معلن عايز يطلعني في اعلان هيخاف يقول لك يا عم ده بيزعل جمهور الاهلي، لكن انا لو ما بزعلش جمهور الاهلي هطلع في الاعلان. ففكره ان انا زعلت جمهور الاهلي اللي هو اغلبيه كاسحه انا اتضريت. تفتكر انا عايز اضر نفسي او انا غبي مش فاهم؟ ما حاجه من اتنين، اما انا شخص مزوخي بحاول اضر نفسي بنفسي، او انا غبي جدا لدرجه ان انا مش فاهم ان الكلام ده بيضرني. لا انا فاهم ان الكلام ده بيضرني، طب ليه بقوله؟ ليه ما اقدرش اقول حاجه تانية؟ مش قادر اتعامل عليه. في المقابل بقى احنا بنروح نمسك في ايه؟ مشاكل ادارات الزمالك. طبعا مشاكل ادارات الزمالك طبعا عندها مشاكل، دول عندهم مشاكل واللي قبلهم عندهم مشاكل واللي قبلهم عندهم مشاكل واللي قبلهم عندهم مشاكل. مين قال لك ان الاشياء كلها بتحصل لسبب واحد؟ يعني مفيش حاجه بتحصل في الدنيا لسبب واحد. يعني هل مع كل اللي انا قلته ده هل مفيش سلبيات في الزمالك؟ فيه. هل مفيش ايجابيات في الاهلي؟ فيه. انت عمرك سمعتني يا طاهر بقول
ان الاهلي ده ما فيهوش اي حاجه، ده الاهلي ده لو سابوه كده يهبط درجه تانية. عمري انا قلت الكلام الفارغ ده. انت عمرك سمعتني بقول الجمله العبيطه بتاعت الجمله المنسوبه للجوهري دي بتاعت اعطوا الزمالك العداله التحكيميه واتركوا الجماعه يتنافس على المركز الثاني؟ لا جمله اصلا ولا الجوهري قالها ولا يعرف عنها حاجه. عمرك سمعتني بقولها؟ عمرك سمعتني بقول ان الاهلي دول ما بيفهموش حاجه وبهايم ومتخلفين عقليا وهم مسنودين بس؟ عمري ما قلت الكلام ده. هم عندهم ايجابيات والزمالك فيه سلبيات، بس هي الاشياء ما بتحصلش لسبب واحد. في عنصر كبير اللي هو الفيل في الغرفه بقى فعلا، اللي هو الاحداث اللي انا بقول لك عليها دي. انت مش شايفها؟ رد عليا قول لي لا انا مش شايفها. رد عليا قول لي انا مش شايف الكلام ده. عادي الناس كلها تنسحب يتخصم منها 3 نقط الا الاهلي، وده عادي، ده عدل. في نادي مداخيله اصلا هي ملعوب فيها، ملعوب فيها تماما يعني 8 مليون دولار، بس هو عنده التزامات ب 17 مليون دولار بيسددها كل سنه بدون تاخير، وده عادي. قول لي ان انت شايف ان ده عادي. لو انت شايف ان ده خلاص مفيش حاجه اقدر اقولها اضيف لك، بس صدقني بس عشان اريحك، الكلام اللي انا بقوله ده بيضرني، ما بيأذيني يعني، ما بيفيدنيش باي حال من الاحوال. وانا اصلا ما بشتغلش حاليا حاجه ليها علاقه بالاعلام المصري، واتمنى يا ربي ما ارجعش ابدا. طبعا ما حدش عارف بكره في ايه، بس ده تمنياتي ما ارجعش ابدا. بس مصر دي كل الناس عايزه جمهورها، كل الناس في العالم العربي عايز جمهور مصري، هم كتير 100 مليون. لو جمعت لي منهم شويه فولورز على شويه ناس بتعمل ريتويت، انا كاعلامي او كاي شخصيه عامه مستفيد. فازاي نجيب الناس دي؟ نروح نجيب الاغلبيه اللي فيهم. مين الاغلبيه اللي فيهم؟ الاهلي. عشان كده في ناس عمرها ما شافت ماتشين على بعض تطلع تقول انه النادي الاهلي بيلم ترافيك. فانت بتعتقد لما هو قال كده ان دي شهاده. دي مش شهاده يا حبيبي، هو ما يعرفش حاجه، هو عايز ترافيك. وانت ترافيك، انت ترافيك بيتغلى عليك البنزين، انت ترافيك بيتلم عليك ريتويت. فانت بتعتقد ان فعلا اللي انت فيه ده حقيقه. لا هو مش حقيقه. يعني اتمنى تكون وضحت كده يا طاهر عشان ما نطولش اكتر من كده و... وانا فعلا لو قلت اي كلمه باي شكل سلبي ففعلا ما اقصدكش. انت راجل سالت سؤالك بشكل محترم يعني، فمفيش داعي حتى ان انا اكون عدائي معاك. فلو انت شعرت باي عدائيه بعتذر، ولو حسيت اني بتكلم باي شكل سلبي فتاكد ان الكلام مش ليك يعني، وتحياتي ليك.